فاش كنهضروا على الشر والجريمه والاغتصابات كيمشي عقلنا ديريكت للرجال والجنس الخشن، وكنساو ان كاين العديد ديال النساء والجنس اللطيف تسببوا في بزاف ديال الجرائم والقتل وافساد بزاف ديال الناس. نساء ما فيهمش الضره ديال النسويه ولا الحنان ديال المراه، والاكثر من هذا كيفتخروا بداك الشيء اللي كيديروا ما نادمينش عليه. في هذا الفيديو غادي نسلطوا الضوء على 10 ديال النساء من اخطر النساء على مر التاريخ. كنتمنى تدعموا القناه حيت هذا الشيء غادي يعاونني بزاف وما غاديش يضركم وغادي يكون فضل منكم. المرتبه العاشره ميرا هندلي، هذه هي اللي كانت كتجيب الضحايا الخطيب ديالها واللي كيخطفوا ويعذبوا ويغتصبوا الضحايا ديالهم ويديروا لهم انتهاكات جنسيه خطيره. قتلوا 3 ديال الدراري ما تجاوزوش 12 عام في عمرهم، وزوج ديال المراهقات اللي كان في عمرهم ما بين 16 و 17 عام تشدوا وتحكموا بالاعدام. المرتبه التاسعه ملكه ماري، وتشهرت بلقب ماري الدمويه، هي اللي رجعت العنف الانجلترا والكاريكاتوريه. كانت كتعدم اي واحد متناقض مع الافكار ديالها ولا عنده راي اخر من غير الراي ديالها، واخا يكون شخصيه بارزه في المجتمع، لحقاش كتحس باللي غادي يدي ليها وينافسها على الحكم. المرتبه الثامنه بيلي جونيس، هذه كانت اكثر امراه وحشيه في تاريخ امريكا. كانت مراه قويه البنيه، 183 في الطول وكتوزن اكثر من 91 كيلو، وهي من اصل نرويجي. قاتله متسلسله، قتلت الازواج ديالها بزوج وقتلت بناتها بزوج. مارتين ولوسي والصديقات ديالهم والعديد من الضحايا اللي تقدروا باكثر من 20 ضحيه، وكان الدافع اللي كيخليها تقتل هو الطمع والجشع باش تأمين على الحياه. المرتبه السابعه ماري كوتون، اللي كانت كتنشط في زمان بيلي جونيس، تزوجات في السن 20، قتلت راجلها والعشيق ديالها و10 من ولادها، وحتى الوالده ديالها قتلتها، وكاملين ماتوا بطريقه واحده، دارت لهم السم في الماكله. إليس كوخ، هذه كتعتبر من المحترفات في القتل، لحقاش كتدي تتكال وتخليه معاها من اي ضحيه صفاتها ليه ولا ليها. وبالمساعده ديال الزوج ديالها كارلن كوخ اعترفت ب 15 ضحيه، ولكن كانوا اكثر من ذلك بكثير. شلقات راسها في الحبس عام 1997. إيرينا جيريس، وهي نازيه في العقليه ديالها وتصرفاتها، كانت خدامه في معتقل سياسي ومسؤوله في احدى السجون، ومعروفه بالتعذيب الضحايا ديالها قبل ما تقتلهم باستخدام الضرب بالصوت، وكتجوع الكلاب وتطلقهم عليهم وتطلق عليهم النار وتغتصبهم بطريقه وحشيه وتغمسهم في غرفه مليئه بالغاز، وتشهرت بالاحذيه الثقيله اللي كتلبس، وديما هازه مسدس في يديها، وتوفات في السن 26 ودارت هاد الجرائم كامله. كملات حتى 40 وقتلات نص ديال المانيا. كاترين نايت، هذه هي المراه الوحيده اللي تحكم عليها بالمؤبد بدون افراج عليها في استراليا. قتلت زوج ديال الرجال، كانت في علاقه معاهم بطريقه وحشيه ما يقدرش يديرها انسان عادي. واحد في دوك الزوج الرجال سلخات ليه الجلد ديالو وعلقاتو في الصاله ديال الدار عندها. تزادت في عام 1955 ومازال على قيد الحياه، كدوز في الحبس. إليزابيث باتوري، قاتلة متسلسلة خطيرة، قتلت عدد لا يعد ولا يحصى من بني البشر، وخاصة من الفلاحات الفقيرات العاملات في الضيعات الفلاحية، وكتعذبهم قبل ما تقتلهم بالإباري والحرق والتسميم ديالهم. بيفري آليت، هذه هي أشهر قاتلة متسلسلة في بريطانيا، قاتلة الأطفال أو سالبة البراءة. كانت كتخدم ممرضة وقتلت 4 ديال الأطفال و5 خلاتهم في حالة حرجة أو إعاقة، وهذا الشيء اللي اعترفت به ولقبوها بملك الموت. إيزابيلا، اسم راعية كريستوف كولومبوس، وكانت كتجبر اليهود والمسلمين من تغيير الديانة ديالهم في إسبانيا، وهرب من إسبانيا أكثر من 200 ألف واحد باش ما يتلاقاش معاها، وكانوا عندها العديد والمئات والآلاف ديال الضحايا. الله ينجينا وينجيكم. هذا راه الجنس اللطيف. غادي نهضروا في الفيديو الجاي على الجنس الخشن. وصلنا لنهايه الفيديو، تهلاو.